الكبابجية عندي في الوصفة دي مهما كانت حتة اللحمة بتاعتك ناشفة وقاسية ومش طرية، هتبقى معاكي ايه جوسي كده وحاجة طرية قمر قمر قمر. وترصيها بقى على الشواية كده يا صبية، ويلا بينا نعمل احلى صواني مشوية. عايزة اقول لكم ما شويتش في العيد، قلنا بقى نشوي بعد العيد، وحوشت بقى حتتين اللحمة كده لبعد العيد. تعالوا بقى معايا عرق فليتو كده زي ما انتم شايفين، وتعالوا بقى امسكوا. بحب اوضب انا حتة اللحمة بايديا. ايوه بحته اللحمه احب اوضبها بايديا. بشيل كده الكفر اللي بره الخارجي كده بتاع العرق الفليتو كده، وتعالوا بقى نقطعه بطريقتي كده الحلوه. الله الله الله. وعايزه اقول لك في الفيديو ده، مهما كانت اللحمه بتاعتك كبيره، مهما كانت اللحمه بتاعتك بتاخد سوا، هتبصي هحط لك حته مكون هيوديها في حته تانية خالص. هيخلي لك حته الكباب بتاعتك دايبه دوب، دايبه دوب كده. هو ده سر الكبابجيه اللي محدش يقول لك عليه الا اختك ليلى النجار، اللي معاها لا تتعب ولا تحتار. عندي ريشتين كده لقيتهم مستخبيين، طلعتهم قلت ايه يساعدوا جنب عرق الفليتو. ماشي. وتعالي بقى، تعالي نعمل الخلطه السريه بتاعت ليلى النجار. هنحط بصل زي ما انت شايفه كده. حطيت كميه بصل حلوه محترمه، حوالي 5 بصلات. وهحط عليهم على الوش كده شويه ملح وشويه فلفل اسود. ليه بقى؟ علشان بعد ما افرمهم ما امسكهمش ادبلهم بايديا، لا هدبلهم كده في الكبه على طول. بعد ما ضربتهم في الكبه تعالي بقى اصفيهم. عايز اخد بصي، عايز اخد كل الميه اللي فيهم. والطفل ما ترموهوش. عندك حته لحمه مفرومه يا ست البنات، هتروحي جري تعملي لك حبه كفته للعيال، او شيليهم مفرومين زي ما هم، تبقى ممكن تستخدميهم في اي طبخه انت عايزاها. شويه فلفل اسود. وتعالي اقول لك بقى ايه اللي السر الحقيقي للكبابجيه. الكبابجيه ما بيحطوش اي توابل في الدنيا، هو ملح وفلفل اسود فقط. يا جماعه يا جماعه، المشويات ملح وفلفل، اللحمه بتحبش اي توابل، ومعلقه خل. يا سلام يا سلام يا سلام. هو الخل يا ليلى السر؟ لا، ده السر حاجه ما تخطرش على بالك، حاجه كده طلعنا بيها سنين سنين، وهفضل معاكم على العهد فيها. تمام. مسكت بقى اللحمه بتاعتي بعد ما تبلتها بميه البصل والملح والفلفل الاسود ومعلقه الخل. هحط اللحمه كده في التتبيله الحلوه دي حوالي ساعه. ماشي. هلفها كده بالاسترتش واسيبها ساعه. بصوا يا بنات، عشان اللحمه بتاعتك ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها والبروتين بتاعها، ما تتبليهاش كتير، يعني ما تقعدهاش ساعات كتير. معاكي من ساعه ل5 6 ساعات لتاني يوم يا ستي، بس ما تسيبهاليش بقى في قلب ايه الفريزر وتقولي انا عايزه قيمه غذائيه. تعالي بقى للسر بتاعنا، وهو الكيوي. الكيوي يا ليلى ازاي هيغير طعم الكباب؟ يا لهوي، بيودي الكباب في حتة تانية، ما بيديلوش اي طعم، بس بيخلي تسوية حتة اللحمة مهما كانت عجوزة، هيخلي لك حتة اللحمة دايبة دايبة دوب كده يا بنات. والله العظيم جربيها في اي حتة لحمة عندك ايا كانت، ايا كانت. جربي تحطي معاها الكيوي، هتخلي اللحمه دايبه دوب دايبه دوب. حتى لو بتطبخيها بتعمليها مثلا كباب حله، حطي واحده كيوي. بتسلقيها حطي كباب واحده كيوي. والله العظيم الكيوي بيخلي اللحمه القاسيه ناعمه في ايدك وطريه وكلها حنيه. ويلا بقى لايك للحلقه دي لانها بجد قمر قمر. حطيت بقى كده ايه طماطميتين على واحدتين كيوي وضربتهم ضربا مبرحا. حلوه ضربه مبرحا دي. وتعالي بعد الساعه ما عدت هنصفي بقى الخليط اللي عملناه ده، اللي هو 2 كيوي و2 طماطم. هصفيهم كده، اخد الميه بتاعتهم واشيل التفل. الله 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 الله. عايزه اقول لك هنقعد بقى اللحمه في التتبيله كده الشامله الكامله دي. اول مره تبلنا في ساعه. بعد الساعه هنحط شويه دول وهنسيبها كمان ساعه. يا لهوي يا وعد يا وعد يا وعد يا وعد على الكلام يا ولا. لو حته اللحمه بتاعتك دي منين، حتى لو من موزه، الكيوي هيخليها تستوي سوا. خطيره 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 خطيره. قمر 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 بصوت ليلى النجار اللي معاها لا تتعب ولا تحتار. قلبت كل حبة الكباب بتوعي وسبتها بقى الساعة كمان. يبقى كده تبلتها قد ايه يا بنات؟ ساعتين. اجيب الشواية بتاعتي القمر قمر دي وهرص عليها الكباب بتاعنا الريش، وكمان عرق الفيليتو. طب يا ليلى ايه احسن حتة ممكن اشوي منها؟ بصي يا ست البنات، احلى حتة لحمة تشوي منها طبعا عرق الفيليتو، لانه انعم حتة في الذبيحة. تمام. وكمان الستيك، هم دول احلى حته للشوي، احلى حته كده. بصي تاكليها وتمخمخي كده. وكمان في سوى الكباب هتلاقيهم طعمهم حلو قوي. رصيت الرصه بتاعتي الحلوه كده، وتعالوا بقى بينا على الشوي على طول. حطيت كده الشويه، خد معاكوا اول شويه كده. حطيت الفحم ونزلت بقى كده
بالشبكه بتاعتي مرصوص فيها اللحمه. وبصوا انا من الناس اللي بحب اشوي على الفحم قوي. ريحه الفحم في الشوي كده بيديكي يعني بصي كل حاجه، بتحسي بكل بهجه في الدنيا. الله 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 الله. طبعا متعودين معايا على يوم الشوي ده في البلكونه، بس سامحوني بقى النهارده كانت الدنيا ليل وما ينفعش ادخل البلكونه، لا التصوير هيبان ولا اي حاجه هتبان. عشان كده مش هكمل معاكم شوي، لان طبعا دخان الشوي ما اقولكوش بقى عبق الشقه. فقلنا لا لا لا، قلت لهم يلا خدوا الشوايه واطلعوا البلكونه كملوا انتوا شوي بقى مع نفسكم. على الله حكايتكم. يا رب يا رب يا رب كده عقبال كل سنه، وربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. تعالوا بس كده، وبعد ما طلعتهم هم بقى بره يشوا، تعالوا نعمل شويه رز معمر كده قمر جنب الاكل بتاعنا. حطيت معلقتين ملح على معلقتين سكر، ده مقدار كيلو ونص من الرز. وهنزل عليهم بمعلقتين كده من السمنه البلدي. ده الحاج خالد اخويا مالناش دعوه خالص بالموضوع ده. وحطيت بقى الملح والسكر والسمنه. وتعالي بقى بحب اقلب الرز، اقلب الرز كده لحد ما يتشرب خالص 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 من السمنه، احس ان كل الرز اتغلف كده بالسمنه. ايوه دي بقى طريقتي يا بنات في الرز المعمر، بيطلع خطير قمر قمر قمر. وتعالوا بقى ناخد الحليب البلدي، ما ينفعش حليب مبستر، الحليب البلدي كده وهو سخن كده او مبيتها براحتك. عندي بقى ربنا كرمني كده ايه بحته قشطه، نحطها كده على الوش كده. الله 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 الله. وقلبي الكلام ده كله ودخلي يلا يا ست البنات على الفرن. اسكت؟ لا ما اسكتش، كنت حاطه 3 بتنجانات كده على عين البوتاجاز يا اختي، اتشووا زي ما انت شايفاهم كده. تعالي بقى نفضيهم في الكبه بتاعتنا دي عشان نعمل شويه بابا غنوج. هو ينفع طيب دلوقتي ينفع المشويات من غير بابا غنوج؟ لا الناس تقول علينا ايه، الناس تقول علينا كده، ما لا لازم نعمل سفره محترمه. وهنا طبعا اللهم بارك كانوا اخواتي عندي، كان عندي ناس كتير يعني، عشان كده هتقولوا لي اللهم بارك اللحمه كتير، اللهم بارك اللهم بارك. كنا جيش ما اقولكوش. طيب واسكت برضو؟ ما اسكتش. نص قرن فلفل الوان حطيته يتشوي كده، وثلاث اربع قرون حاميين برضو حطيتهم على النار، على عين البوتاجاز من فوق كده، من غير شوايه من غير صاغه من غير حاجه. حطيتهم برضو ايه اتشووا. بشيل بس الحته اللي هي ايه مشويه قوي دي، اللي هي عشان ما تسودليش وتغمق لي البابا غنوج بتاعي. ونزلت بقى في الكبه. اهرسيها يا ليلى بشوكه يا اختي احنا قادرين. يلا تعالي بس كده شويه توم مفرومين على ليمونتين 3 كده، بيودي البابا غنوج في حته تانية. يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا ولا. بصي شويه البابا غنوج قعدوا ياكلوا فيهم وسابوا اساسا نسوا الكباب. ومعلقه بقى زيت زيتون على معلقتين خل كده، على معلقه زيت عادي. تمام. ونديها بقى شويه ملح وكمان شويه كمون يا ست البنات. الله 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 الله. وهو ده كده وشويه شطه. احلى شويه بابا غنوج تاكليهم كده وتدعي الليله من قلب قلبك كده جوه. وضربة واحدة كده في الكبة. الله الله الله. ما تفرموش قوي، عايزينه كده قطع شوية. تمام. هننزل بقى كده بثلاث اربع معالق من الطحينة الخام. يا سلام يا سلام يا سلام. مش بقولك عملت لهم شوية بابا غنوج وعملت لهم شوية سلطة بلدي؟ يا وعد يا وعد يا وعد يا وعد. كان حتة يوم كده قمر. يا رب دايما متجمعين، ويا رب يديم علينا لمة العيلة. يا رب يا رب يا رب يديم علينا لمة العيلة ودفى العيلة. يا رب ما تتحرموا منه أبدا. ولو متخاصمين كده مع اخواتكم صالحوهم، لو زعلانين من حبايبكم كده صالحوهم. يا رب يا رب ما يدخل بيتنا إلا الخير كله يا رب. يا رب أسألك خير كل الأيام، أسألك خير عمري وخواتمه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بص انا ما بعرفش ارتب الكلام، انتوا عارفين ليلى النجار. تعالوا بس نشوف اللحمه كده، سيبكم من ليلى النجار. اللحمه دايبه والله العظيم يا بنات. جربوا الكيوي في اللحمه مشويه بقى الطواجن. بصوا الكيوي، وحدة الكيوي بتودي اللحمة المشوية في حتة تانية، ما بتديش طعم. بصوا شوية الرز المعمر قمر 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 والله. وكل سنة وانتم طيبين، وسلام عليكم.